رفاق والصوت بالروح بالدم نفديك يا شهيد. بالروح بالدم نفديك يا شهيد. نفديك يا شهيد. بالروح بالدم 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 نفديك يا شهيد. رفاق مسألة الشهيد قدموا لقدام. من يفهم معانيها الشهادة حياة، الشهادة حياة، وأجيالنا وأطفالنا تجري. اسم مؤسسات الإدارة الذاتية نعزي عائلة الشهيد أحمد السالم ونقول لهم رحم الله الشهيد. في هذه الحياة الدنيا يرحل الكثير كل يوم، منهم من يبقى له أثرا أو ذكرى أو موقف يستشهد به الناس، وقليلا من الناس من يرحل ويترك وراءه إرثا ينطق بأسمائهم ويقود الشعوب من بعدهم على ذات الدرب الذي بدأوا فيه قبل رحيلهم ويخطون الطريق لمن بعدهم. الشهداء أناس يرحلون وقد تركوا إرثا عظيما، فكانوا في حياتهم خير القادة وهم خير القدوة لمن بعدهم. الشهداء دوما هم أيقونة وعنوان كل نصر أو معركة، يرحلون جسما وطريقنا الذي عاهدنا على السير عليه من انضمامنا إلى هذه الحركة، لأن حركتنا هي مشروع شهادة ومشروع نصر. فعلى العدو أن يصطدم كل يوم بجبل من جبال المقاومة، ونحن كل يوم يصبح لدينا ثأر جديد لدى الفاشية التركية ومرتزقتها المحتلين. نسبة أحمد السالم، اسم الأم شيخة، اسم الأب عبد الغني، مكان وتاريخ الولادة 1/1/2012، مكان وتاريخ الاستشهاد 20/1/2023. الشهداء هم من أوقدوا مشعلة الانتفاضات ومثلوها، ولهذا واجبنا ألا نضطهد حقهم، لأن دماءهم ليس بالرخيصة أبدا. الشهداء هم أصحاب القلوب النقية والنظيفة، وهم من رغبوا بتطبيقها وضحوا لأجل تحقيقها. القضية التي تسمو وتسقى بدماء الشهداء. نفديك يا شهيد. بالروح بالدم نفديك يا شهيد. بالروح بالدم نفديك يا